لو قلت لك ان الخوف من المستقبل ممكن يكون احسن حاجه حصلت لك في حياتك، هتصدقني؟ طب لو قلت لك ان الخوف من المستقبل ممكن يكون اسوأ حاجه حصلت لك في حياتك، هتصدقني؟ انا مش بهرتل بالكلام على فكره. في ناس خوفها من المستقبل وصلها للي هي عايزاه، وفي ناس تانية خوفها من المستقبل نيمها في السرير لشهور. نفس المشاعر، نفس الظروف، بس النتيجه مختلفه تماما. ليه؟ اللي بيحكم النتيجه مش الخوف نفسه، اللي بيحكمها نوع الخوف اللي جواك. النهارده علم النفس والاعصاب هيفسروا لك الفرق. الصحه النفسيه مش معناها ان انت ما تخافش. كل الناس بتخاف. اللي ما بيخافش من مستقبله دوت يبقى ما عندوش دم اساسا. لكن الفرق بين ناس خوفها وصلها للي هي عايزاه، وناس خوفها دمرها وفضلت محلك سر. وده مش في الظروف، ده في الكيمياء جوه دماغنا. النهارده هنفهم قانون علمي بيحكم علاقتك بالخوف، وهنشوف تجربتين مذهلتين، واحده من جامعه هارفارد وواحده من جامعه كولومبيا. بس الاول، اهلا بيكم في خد نفس مع الدك. خد نفس عميق وتعالى لي. سنه 1908 عالمان اسمهم روبرت ييركس وجون دوتسون عملوا تجربه مذهله على الفئران. كانوا يجيبوا الفار يحطوه في متاهه، وكان لو غلط في المتاهه يدوله صعقه كهربائيه. بس كانت الصعقات الكهربائيه اللي كانوا بيديها له كانت متفاوته في القوه. لقوا ان الصعقه الخفيفه جدا ما بتغيرش حاجه، بيغلط تاني نفس الغلط. والصعقه الشديده جدا كانت بتجمده في مكانه، ما كانش بيعرف يفكر خالص. نيجي بقى للصعقه المتوسطه، دي اسرع حاجه كان بيتعلم منها الفئران. وده بالظبط اللي بيحصل معانا مع الخوف من مستقبلنا. الخوف البسيط جدا اللي يجي واللي يروح يروح، واحد يبقى مش شايل هم اي حاجه، ما بيغيرش اي حاجه في حياته. واللي بيخاف من المستقبل قوي بيجي له اكتئاب، وبرضه ما بيغيرش اي حاجه في حياته، وممكن يتغير للأسوأ. اما الخوف المحسوب اللي متخطط له، هو دوت اللي بينقلك لقدام، هو دوت اللي بيخليك دايما في تقدم. العلماء سموا دوت قانون ييركس دوتسون، اللي هو في مستوى مثالي من الضغط والقلق تاخد مني احلى شغل. وهنا يظهر سؤال مهم جدا. يا ترى انت عملت اشتراك في القناه اللي انت بتتفرج عليها دي ولا لا؟ عملت لايك للفيديو؟ عملت؟ طب نكمل. وقفنا فين؟ السؤال المهم، يا ترى خوفنا خوف ذكي ولا الخوف اللي يحطم؟ الاجابه جت لنا طازه من جامعه هارفارد. عالم اسمه دانيال جيلبرت عمل تجربه مدهشه. راح لناس حصلت عندهم مصايب كبيره شويه، فقدان وظيفه، مرض، طلاق، فقدان مالي كبير. خد قصص المصايب ديت وراح لناس ما حصلتش معاهم نفس المصايب، وقال لهم لو حصل معاكم كذا او كذا هتحسوا بايه وهتتصرفوا ازاي. كل الناس قالت هيدمرني، مش هقدر اكمل. المفاجاه كانت ان 80% من الناس اللي حصلت لهم المصايب دي بجد اتصرفوا احسن من كده بكتير، وحياتهم استمرت عادي والدنيا مشيت. يعني احنا بنتخيل ان المصايب دي هتدمرنا، بس المخ البشري عنده قدرة هائلة على التكيف. صدقني جت في بالي مقولة دلوقتي وانا بصور. سمعت مقولة لأحد علمائنا قبل كده، بس انا مش متذكر مين. بس فيما معنى المقولة قال ان ربنا سبحانه وتعالى لما يصيبنا بابتلاء بيجي ومعاه لطف، اما لما احنا نفكر احنا في الابتلاء بنفكر فيه من غير اللطف، فبالتالي بنتعب اكتر. انا مش فاكر مين اللي قالها، بس بعد ما اخلص تصوير الفيديو هدور عليها وهكتبها لكم في التعليقات. ودوت بيبان جليا في الآية الكريمة إن مع العسر يسر. أهم حاجة أنت تعمل اللي عليك. المهم، أنت أقوى من الخوف اللي في دماغك. المشكلة كلها هنا في الصحة النفسية. لما الواحد يخاف لفترات طويلة بيتفرز الكورتيزول. الكورتيزول ده لما يفضل في الجسم لفترات طويلة بيقلل المناعة ويأثر على القلب ويزود الوزن ويزود التوتر. أما التوتر يزيد بيتفرز كورتيزول، والكورتيزول يأثر على المناعة ويأثر على القلب ويزود التوتر. أما التوتر يزيد يتفرز الكورتيزول، ونفضل في الدايرة ديت ما تخلص. يعني الخوف من المرض ممكن يعمل مرض؟ طبعا، والكلام دوت أنا قلته في حلقة العلاج بالوهم والمرض بالوهم، اللي هي البلاسيبو والنوسيبو اللي هتظهر فوق في الإشارات دلوقتي. ما هو يا صديقي ده مش كلام فاضي، ده كلام اتثبت واتنشر في جامعة كولومبيا سنة 2018. طب ازاي افرق خوفي من المستقبل دوت خوف ذكي هيدفعني لقدام، ولا خوف هيثبطني ويوقفني مطرح ما انا؟ وزي ما اتعودنا، ورقة وقلم واكتب ورايا. الخوف الذكي بيسألك ايه اللي ممكن يحصل، وايه اللي انا ممكن اعمله دلوقتي عشان اللي ممكن يحصل ده ما يحصلش. اما الخوف المدمر بيسألك
لو حصل كده، طب لو حصل كده، طب لو حصل كده، لو وما بيعملش اي حاجه. الخوف الذكي بيدفعك تعمل خطه، اما الخوف المدمر بيخليك تفضل تدور على ضمانه محدش قادر يديها لك اساسا. وخليك دايما متاكد ان الفشل الحقيقي مش انك جربت وفشلت، الفشل الحقيقي انك ما جربتش اساسا. الحل العملي، شوف ايه اللي انت خايف منه، وايه اللي انت لو عملته دلوقتي اللي انت خايف منه ده مش هيحصل، واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، وربنا هيمشيها لك احسن ما انت تتمنى. الخوف من المستقبل مش عيب، ده دليل ان انت طموح وعندك فكر. المشكلة لو الخوف ده وقفك ما خلاكش توصل لطموحك. اسأل نفسك، يا ترى خوفك عامل زي الصعقة بتاعت الفار الأولاني، ولا الصعقة بتاعت الفار التاني، ولا الصعقة بتاعت الفار التالت؟ ولو وصلت لحد هنا يبقى المحتوى بتاعي عجبك، ولو المحتوى بتاعي عجبك اعمل اشتراك في القناة، اعمل لايك، شير الفيديو، ولو انت بتتفرج عليا على الفيسبوك تابعني على اليوتيوب. قناة خد نفس على اليوتيوب بكحة ترابي يا جماعة، منظري وحش قوي قدام اليوتيوبر. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.